أحيانا قد تضيق الدنيا على الإنسان، إنسان تكاثرت عليه الهموم واشتدت عليه المصائب. بعض الناس تأتيه مصيبة بعد أخرى حتى يظن أنه أشد أهل الدنيا بلاء. بعض الناس تضيق عليه ثم تشتد ثم تزداد حتى ييأس حتى من رحمة الله جل وعلا. بعض البشر قد ينتحر، بعض الناس قد يدخل في المخدرات حتى ينسى همه، بعض الناس يسكر، بعض الناس يفعل في نفسه الأفاعيل لأنه ما تحمل. قد تزداد الهموم تتكاثر، هذه مع زوجها، مع أولادها، مع أهلها، ذاك مع ديونه وتراكمت عليه الديون وأثقلت ظهره حتى أودع السجن وجلس فيه وأولاده صغار وزوجته. بعض الناس ربما لما تسمع همومه والله تنسى همك، شلون متحملين، شلون صابرين. لكن تأكد أخي الكريم أختي الفاضلة أنه إذا اشتدت الهموم وزادت الكروب أن الفرج قادم. إذا اشتد ظلام الليل فأبشر، الصبح قريب، أليس الصبح بقريب؟ إذا ازدادت المحن وتكاثرت البلايا وكثرت الهموم تفاءل، لأن الله يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، لأن العسر الأول هو العسر الثاني للتعريف العهد، لكن اليسر نكرة، فهنا يسر وهنا يسر آخر، ولن يغلب عسر يسرين. كلما ازدادت الكربات اعلم أن النصر والفرج قريب. أمن يجيب المضطر إذا دعا. أحدهم يقول لسعتني هامة في الأرض فأصبت بشلل. يقول وظللت فترة من الزمن تداويني زوجتي وأنا مشلول على فراشه. يقول حتى سمعت زوجتي، ما أقدر أتكلم، سمعت زوجتي يوم من الأيام تزورها جارتها وهي جالسة عندي تغسل تنظف توكله. شوف تخيل إنسان رجل يصرف على بيت فجأة على الفراش، ترى صعبة ها؟ خاصة اللي عنده أسرة يعولها. يقول فسمعت زوجتي تقول لجارتي زوجي لا ميت فينسى ولا حي فيرجى. يعني لو حي في حياة كان استفدنا منه، لو مات نسيناه، لكن لا هذا ولا هذا. يعني كأن تقول مبتلشين فيه من شدة الهم اللي أصابها. يقول فلم أنم ليلتي تلك وظللت طوال الليل أردد بقلبي يا الله ليس لي أحد سواك، يا الله يا الله. يقول فاشتدت علي نفسي، صار فيني شيء مثل الحرارة نزلت عليه. يقول فأخذتني إغماءة، أغمي علي. يقول ثم فتحت عيني وإذا بأصابعي تتحرك منذ زمن. يقول ففرحت، أصابعي تتحرك. يقول وإذا بيدي ترتفع وإذا برجلي تتحرك. يقول فقمت من فراشي وخرجت إلى النافذة فتحتها وأنا أصرخ وأقول لك الحمد يا الله، لك الحمد يا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لا تقول ما في أمل، ما في شيء اسمه ما في أمل. ارجو رحمة الله، تفاءل بالخير. أنا عند ظن عبدي بي. اشتدت عليك الامتحانات وخلاص راح أسقط، قل يا الله. مشكلة بينك وبين أهلك مو قادر تعالجها، قل يا الله. الدين على الدين على الدين كسر ظهرك، قل يا الله. مرض بعد مرض، شدة بعد شدة، ما عليك من البشر، قل يا الله. إذا نزلت بك كربة واشتد ظلام الليل فاعلم أن بعد الظلام نور سيسطع في الكون كله وسيزيل الظلام بإذن الله. خلينا نشوف الكلمات الجميلة الشيخ مشاري العفاسي وهذا الكليب الجميل.
فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب، ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب. ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب، كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب، حليم لا يعاجل بالخطايا، رحيم غيث رحمته يصوب. فيا ملك الملوك أقل عثاري، فإني عنك أنأتني الذنوب. أحلى كلمة في الوجود الله. إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا ازدادت الهموم فقل يا الله، إذا وقف الناس كلهم ضدك فقل يا الله، إذا ظلمت فاشتد الظلم فارفع يديك وقل يا الله، إذا رأيت أن لا مخرج لك في الدنيا ولا منفس ولا حل لمشكلتك فارفع يديك إلى السماء قل يا الله يا الله يا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. 3 دخلوا في غار، سقطت الصخرة فأيقنوا الهلاك، ما أحد يقدر يحرك الصخرة. 3 كلهم من الصالحين، ولا أحد عندهم يسمعهم، ولا أحد يستطيع تحريك الصخرة، لكن كل واحد منهم رفع يديه إلى السماء يا الله يا الله، يتذكر عملا صالحا فعله لله يوما يتقرب به إلى ربه، وإذا الصخرة بنفسها تتحرك وال3 خرجوا يمشون. من؟ إنه الله جل وعلا. الله إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لا تخاف، لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل كرب بعده الفرج بإذن الله عز وجل. فاصل، نرجع لكم بإذن الله.